في يا دكتور أدوية شهيرة لآلام الأعصاب والغضاريف زي الجابابانتين والبريجابلين. إزاي المريض بيبدأها بروشتة علشان نعالج بيها الظهر وفجأة بتتحول لإدمان؟ إحنا مش عارفين نبطلها. للأسف دي الأدوية دي هي بتبقى إدمان بسبب حاجة تانية غير الآلام، يعني بسبب الناس عايزة تاخدها عشان تستمتع في بيتها مع أزواجها وكده، مم. فبتاخد الأدوية دي عشان تبقى كويسة. مم. والناس برضو بتاخدها عشان ألم في ظهري فظيع عايش بيه طول العمر. مم. طب ما تشوف ايه المشكلة اللي في ظهرك؟ هل هي مشكلة عظام، مشكلة أعصاب، مشكلة جراحة لازم تتحل؟ انت ليه دايما متخيل ان الحل ان انا اخد مسكن هيسكنني؟ ما هي يعني بالكتير اوي 12 ساعة وهترجع لك نفس الألم اللي انت كنت اشتكيت منه هيرجع تاني. تخيل انت تقعد تاخد مسكن في مسكن في مسكن. ما حلناش المشكلة أصلا. انت دلوقتي بتستجيب لحباية، خلاص بعد اسبوع لا انا عايز شريط، بعد اسبوعين لا انا عايز شريطين، وهكذا. الموضوع بيزيد معاه بالتدريج. ده غير بقى التأثير على الكبد والكلى، طبعا. ده غير التأثير على الوعي، ده غير التأثير على كل حاجة في الجسم.